اعتراف صادم. الشرطي يقر بمقتل الممرضة فاطمة ووضع أنبوب غاز في فمها لتمويه التحقيق بمحكمة الاستئناف. تطور صادم ومفجع لجريمة القتل التي راحت ضحيتها الممرضة فاطمة. كشفت مصادر مطلعة أن المشتبه فيه هو عنصر أمني برتبة مقدم شرطة، اعترف أمام المحققين بارتكابه الجريمة التي هزت الرأي العام المحلي والوطني. وأفادت ذات المصادر أن الشرطي الموقوف أقر خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي بأنه هو من أقدم على قتل الضحية داخل منزلها في اعتراف خطير. كشف المشتبه فيه أنه بعد تنفيذه لجريمته قام بوضع أنبوب غاز في فم الضحية وسرب الغاز إلى داخل جوفها، وذلك في محاولة بائسة لتمويه التحقيق ودفع المحققين نحو فرضية الاختناق الأرضي. الواقعة التي أثارت صدمة قوية في صفوف ساكنة خنيفرة جاءت بعد أيام من الغموض الذي اكتنف ظروف وفاة الممرضة الشابة. مصالح الشرطة القضائية بالتنسيق مع النيابة العامة تحركت فور توفر المعطيات، وجرى فتح تحقيق معمق يستند على تقنيات تحليل المعطيات، إضافة إلى التشريح الطبي الذي أظهر وجود مؤشرات عن عنف مورسة على الضحية قبل الوفاة، ما ساهم في كشف الحقيقة وإسقاط القناع عن الجاني. التحقيقات لا تزال مستمرة من أجل تحديد كافة ملابسات الجريمة. إنا لله وإنا إليه راجعون.